ركزوا معي، هم بيحكوا لك خليك عطشان، وانا شخصيا بقول لك لا عطشان ولا خسران، خليك مقاطع. ووصفة ايس تي ليمون ونعناع تستاهلك. شوف لي هالوصفة، تنعش وبتشهي. وعلى نار عالية 3 لتر مي، وخليها على النار لتغلي. المي غليت عندي، راح اضيف 4 اكياس شاي وكمشة ورق نعناع، بخليهم يغلوا دقيقتين ل3 مع بعض. بلش لونه يغمق عندي، بطفي عليه، بتركه على جنب ليبرد تماما. في معلومة مش كل حدا بيعمل ايس تي راح يقول لكم اياها، كل ما تقل الشاي وبرد كل ما كان اذكى. والسكر حسب الرغبة، انا راح اعمله بدون سكر، انتوا ضيفوا الكمية اللي انتوا تحبوها. الشاي صار عندي بارد تماما، راح اضيف عليه عصير الليمون تقريبا ربع كوب، انتوا ضيفوا حسب ما بتحبوا حامض. بصفيه جوا الأمينة، شايفين لونه مأجمله. هلا اجى وقت التقديم، بضيف الثلج، شرحة ليمون، ورقة نعناع، بضيف الايس تي وبس والله.